كل ركاب أتوبيس 6 أهلا بيكم في رحلتنا الجديدة. احنا دلوقتي في محطة ما تيجي أقولك مع محمد الليثي. ما تيجي أقولك شوية حاجات عدت قدام عيني، شوية تجارب قابلتها في حياتي، يعتبر مثلا تبادل خبرات بينا وبين بعض. استنوني بعد الفاصل ونشوف هنقول ايه النهارده. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا دلوقتي واقفين في محطة ما تيجي أقولك مع محمد الليثي. النهارده عايز اقول لكم ان هدف اي واحد فينا انه يحقق اولوياته في حياته. انتم عارفين ان الهدف اللي انت بتسعى لتحقيقه هو اللي بيدي طعم لحياتك وكمان بيديك طاقة علشان تعرف تكملها. هدفك بيخليك عندك استعداد لتغيير الواقع اللي انت عايش فيه علشان تقدر توصل له. كل واحد فينا بيعرف يحدد هدفه لما بيعرف نفسه، لما بيعرف يحدد اهتماماته، بس لازم يقوم نفسه علشان يقدر يتخلص من العواقب اللي بتخليه عايش بلا هدف. في كتير مننا عندهم أفكار في دماغهم بيحولوها لأهداف علشان يعرف يستمتع بحياته، وكمان علشان يحس إن حياته ليها طعم وفيها طموح عايش علشان يوصل له. كل واحد فينا لازم هيلاقي جواه أفكار وأحلام وطموحات يقدر يحولها لهدف. وعلشان تقدر تحقق هدفك وتنفذ أحلامك وأفكارك وكمان تحقق طموحاتك لازم يبقى عندك طاقة وإبداع وحافز. لازم تقدر تكسب خبرات من علاقات الناس اللي حواليك. استغل كل التحديات اللي حواليك، بس المهم جدا يبقى عندك صبر وطموح وثقة بالنفس. والأهم من كل ده لازم يبقى عندك شرف في التعامل. في رحلتك لتحقيق هدفك حاول تفتكر اللي أنا قلته لك. كان معكم محمد الليثي، محطة ما تيجي أقولك. أشوفكم الحلقة الجاية.